الوسيط المالي هو شريكك في النجاح في التداول، والنهارده هنتكلم مع بعض عن نوعين من البروكرز، الاي بوك والبي بوك. مبدئيا البي بوك باختصار هو ديلينج ديسك. يعني ايه ديلينج ديسك؟ يعني هو بياخد الاوردر ومش بيمرره للسوق الحقيقي. سواء كسبت او خسرت انت بتكون بتتداول قصاد البروكر نفسه. اما الاي بوك بيكون فيه نوعين، اس تي بي واي سي ان. اس تي بي هي اختصار ل ستريت ثرو بروسيسنج، يعني بيمرر الاوردر بتاعك مباشره للبنوك اللي هم الليكويديتي بروفايدرز او موفرين السيوله، اكنك بالظبط رايح تشتري عمله اجنبيه من البنك مباشره. اما اي سي ان بقى هي اختصار لالكترونيك كوميونيكيشن نتورك، وهنا الاوردر بتاعك بيتمرر للناس اللي بتتداول زيك، اكنك بتشتري من ناس في السوق مش من البنوك. سواء النوع ده اللي هو الاس تي بي او النوع الثاني اللي هو اي سي ان، انت هنا بتتداول في سوق حقيقي بدون تلاعب نهائي من البروكر. هتلاقي عندك هنا بقى ايه؟ مميزات كتيره جدا. اول حاجه السبريد بتاعك اقل من السبريد اللي موجود في بي بوك. تاني حاجه السليبج اللي هو الانزلاق السعري للاسعار. تالت حاجه الاوردر نفسه بيتنفذ بسرعه، ما بيكونش فيه ديلي في الاوردر زي ما بيحصل في البي بوك. يعني ايه ديلي؟ يعني البي بوك بيتعمد ان هو يعطل الاوردر بتاعك عشان يخسرك، وبيتعمد برضه ان هو يخسرك وبيضرب الستوب بتاعك. في الاي بوك مفيش الكلام ده كله. كمان في الاي بوك بيتيح ليك ان انت تتداول وقت الاخبار، لان انت هنا موجود في سوق حقيقي اصلا، فما هو ما عندوش مشكله تكسب او تخسر. في النهايه هو هياخد العموله بتاعته كوسيط مالي مش اكتر. وخليني اقول لك ازاي تختار الوسيط المالي ده بشكل صح. اول حاجه نوع الرخصه اللي هو مرخص بيها. في عندنا 3 مستويات من الرخصه اللي هو بياخدها الوسيط المالي. النوع الاول اللي هو اسمه تاير 1، ودي اعلى درجه من الترخيص في اسواق المال، ودي بتكون موجوده يا اما من بريطانيا او امريكا او استراليا. اما النوع الثاني اللي هو تاير 2، واللي هو بيكون متوسط، يعني مش قوي قوي ومش ضعيف قوي، واللي هو بيكون من الامارات، من جنوب افريقيا، ومن اليابان. والنوع الثالث اللي انت المفروض تتجنبه واللي هو اسمه اوف شور، اللي هو التاير 3 او المستوى الثالث، واللي هو بيكون موجود في سيشلز او موريشيوس، ودول تتجنبهم نهائي. هتلاقي عندك بقى هنا ايه؟ 3 انواع من البروكرز مش 2 بس. اول نوع واضح وصريح اللي هو الاي بوك، ومعاه تاير 1 لايسنس، يعني معاه شهادات المستوى الاول بس. والنوع الثاني اللي هو البي بوك، واللي هو معاه الرخصه بتاعه المستوى الثالث فقط لا غير. في نوع بقى في النص ما بينهم اللي هو بيشتغل اي بوك وبي بوك. هتلاقي عنده رخصه من بريطانيا ورخصه من استراليا، وفي نفس الوقت رخصه من موريشيوس او سيشلز. وخلي بالك عشان النوع ده انت ممكن تدخل على اساس ان انت داخل على الاي بوك وتدخل بي بوك، وبيكون على حسب نوع الحساب اللي انت داخل فيه. انا هقول لك على كام خطوه عشان تتجنب ان انت تدخل تحت البي بوك. ما تاخدش بونص، البونص ده بيندرج تحت البي بوك فقط لا غير. يعني ايه بونص اصلا؟ يعني انا بحط فلوس وباخد عليها فلوس زياده عشان اتداول بيها. بالعقل كده هي في فلوس ببلاش؟ يعني انت تحط 1000 دولار وتاخد عليهم 500 دولار او 1000 دولار تتداول بيها ببلاش؟ اكيد مليون في المية البروكر ده عامل حسابه ان هو هيخسرك الفلوس بتاعتك، او هيخسر غيرك على الاقل، وهيكون طالع باكبر مكسب ممكن. تاني حاجه نوع الحساب نفسه. ابعد عن الحساب الستاندرد، خليك دايما بتختار حاجه من الاثنين، يا اما اي سي ان اكونت او اس تي بي اكونت. وبالمناسبه مفيش وكيل هينصحك النصيحه دي، هيقول لك دايما ادخل ستاندرد اكونت علشان يضمن ان انت تدخل تحت البي بوك وياخد اكبر عموله ممكنه على الحساب بتاعك. ومعلومه كده على جنب، بعض الوسطاء بيدوا نسبة على خسارة العملاء بتوع كل وكيل، ودول اللي عندهم الرخصة بتاعة المستوى الثالث فقط لا غير. فأول ما تشوف الرخصة دي موجودة فقط مع أي وسيط مالي اهرب منه على طول. تالت حاجة بقى الخدعة اللي انت عمرك ما تاخد بالك منها، واللي هي فعلا بيلعب على حتة الدين عندك. يقول لك هتدخل في حساب إسلامي. انت عارف يعني ايه حساب اسلامي اصلا في الاساس؟ الحساب الاسلامي اللي هو بيتوفر فيه كل الشروط اللي انا قلتها لك في الاي بوك، زائد مفيش فيز على تبييت الصفقات بتاعتك. لكن هما بيعملوا حركه خادعه جدا، يلغي لك الفيز على تبييت الصفقات اللي انت بتفتحها، وفي نفس الوقت يزودوا عليك السبريد، ويخلوا عندك في سليبج اللي هو الانزلاق السعري، لما تيجي تفتح اوردر عند سعر معين ما يفتحش عند نفس السعر. وثالث حاجه ان هو يعطل لك اصلا الاوردر بتاعك ان هو يفتح، وبيظهر لك حاجه اسمها ريكوت، يعني في سعر جديد ممكن تاخد من عنده الاوردر بتاعك. الثلاث حاجات دول بيحصلوا في اغلبيه الحسابات الاسلاميه بشكل عام. وانا هنا مش قصدي اقول لك ان كل الحسابات الاسلاميه بيحصل فيها كده، لكن انا اقصد تحديدا البروكرز اللي هم البي بوك اللي بيلعبوا على المشاعر وعلى النقطه دي تحديدا عند ناس كتير جدا من المتداولين. حبيت اقول لك بس ان ده فخ اوعى تقع فيه. لو عايز تعرف بقى مين احسن بروكرز في الاي بوك، انا سايب لك لينك لقناه التليجرام، هتلاقي اللينك عندك في الديسكربشن، تقدر تدخل عليها وهنحط لك عليها كل التفاصيل.